بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أخذنا يا أخواني أن تعريف المادة مباحث كلية، كملوا معي، متعلقة بإيش؟ بالقرآن، ليس بعلوم القرآن. نحن نعرف علوم القرآن، ما ينفع نعرف الشيء بنفسه. علوم القرآن تعريفه كاصطلاح مباحث كلية تتعلق بالقرآن، هذا تحفظه مثل اسمك. من هذه المباحث مر معنا المكي والمدني، مر معنا التعريف، مر معنا أن التعريف على القول الراجح المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. وأخذنا أن هناك طريقين لمعرفة المكي والمدني. أخذنا الطريق الأول وهو إيش؟ من نزل بمكة. لا ما هما الطريقان اللذان يعرف بهما المكي والمدني؟ كيف نعرف مكي ومدني؟ ليس التعريف، أحسنت، بالرواية، بالنصوص، بالسماع. يقول ابن عباس هذه كذا، تقول عائشة رضي الله عنها كذا. هذا الطريق الأول الأرجح الأقوى، هو طريق الرواية. واضح هذا؟ ها تذكرتوه؟ هذا أخذناه المحاضرة السابقة، أن نعرف المكي والمدني عن طريق الرواية. الطريق الثاني هو درس اليوم، وهو عن طريق معرفة الضوابط والخصائص للمكي والمدني. قواعد، كل ما رأيت هذه القاعدة تعرف أن هذا مكي أو مدني، كل ما رأيت هذا المعنى تعرف هذا مكي أو مدني. هذا الطريق الثاني وهو عن طريق الضوابط والخصائص أو القواعد أسهل من الروايات. لماذا؟ لأن الروايات كثيرة وتحتاج أن تقرأ جميع الروايات في جميع السور وفي جميع كذا. العلماء حتى يسهلوا عليك هذه الروايات التي هي بالعشرات إن لم يكن مئات إن لم يكن ألوف، جعلوا هناك، قرأوها، سبروها، رأوا هناك قواعد عامة، تحفظ القاعدة تطبقها على عشرات الأمثلة. اليوم سنأخذها. قال الخصائص والضوابط العامة للمكي والمدني. سنأخذ خصائص، أول شيء السور المكية، بعدها لما ننتهي من المكي نذهب إلى المدني. الخصائص العامة للسور والآيات المكية. قال هي الضوابط والعلامات المميزة لألفاظ القرآن، ويستخدم فيها لفظ كل سورة ابتدأت بكذا فهي مكية، ويمكن أن نسميها الكليات. والكليات إما أن تكون مضطردة أو غالبة. يعني هذه الآن قواعد، ضوابط، كليات. المهم ما هي؟ مثل نأخذ أول ضابط سيتضح معك. الضابط الأول هم ذكروا تقريبا 7 ضوابط. نأخذ الأول: كل سورة افتتحت بالحروف المقطعة فهي مكية. الحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، صاد قاف طه إلى آخر هذه الحروف المقطعة. كل سورة يا شيخ فيها بداية، في بدايتها حروف مقطعة فهي سورة مكية. قاعدة. عدد السور اللي بدايتها حروف مقطعة كم سورة؟ 29 سورة. فأنت قاعدة واحدة عرفت 29 سورة. فالآن اسمك عبد العزيز، قاف والقرآن المجيد مكية ولا مدنية؟ وجيه عبد الله، صاد والقرآن الذكر مكية أو مدنية؟ اسمك ها؟ حمدان، ألف لام ميم صاد مكية ولا مدنية؟ طيب ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شيخ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أنت الآن ما سألناك عن هذه، نبي الضابط. على الضابط إن هي إيش؟ مكية. طيب نعيد الضابط مرة أخرى، سهل. كل سورة بدايتها ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد قاف صاد طه إلى آخره مكية وأنت مغمض. كل السور 29 سورة في القرآن بدايتها حروف مقطعة فهي مكية. واضح هذا؟
في أي أحد عنده سؤال فيه؟ فهمته؟ فهي مكية مو مدنية. طيب عندنا هذه الآن الضابط، يستثنى منه أمرين، يستثنى منه أمران: سورة البقرة وسورة آل عمران، مع أن في بدايتها حروف مقطعة فهي مدنية. يعني هذا الضابط ينطبق على كل سور القرآن التي في بدايتها الأحرف المقطعة إلا سورتين: البقرة وآل عمران، فيها ألف لام ميم وهما مدنيتان، مخالف للقاعدة، استثناء. لهذا القواعد أو الضوابط تكون أغلبية في الغالب. طيب عدد الحروف هذه كم حرف؟ ألف لام ميم قاف طه، كم حرف؟ كيف نحفظها؟ ذكرها لك أهل العلم في جملة. ما هذه الجملة؟ انظر صفحة 150 السطر الأول في النهاية، قال: نص حكيم قاطع له سر. نص حكيم قاطع له سر، هذا هو الأحرف المقطعة في القرآن جمعت في هذه الجملة. فحاول أن تتذكر كل الأحرف المقطعة تعرفها، تجدها في هذه الجملة: نص حكيم قاطع له سر. وأيضا لو سئلت عن الحكمة، ما الحكمة من ألف لام ميم؟ ما الحكمة من ألف لام را؟ ما الحكمة من حاميم؟ تقول نص حكيم قاطع له سر، له حكمة بلاغية. طيب عدد السور المفتتحة بالأحرف المقطعة قلنا 29 سورة، المكي منها 27 سورة باستثناء إيش؟ البقرة وآل عمران. أحسنتم. طيب ما السبب والمناسبة أن تكون كل السور المكية في بدايتها حروف مقطعة؟ قال: لأن أشهر الأقوال في تفسير الحروف المقطعة والحكمة منها هي أنها حروف الهجاء التي يتألف منها القرآن. فكأن الله عز وجل يقول للمشركين: ألستم أنتم الفصحاء؟ أنتم الذين تقولون نحن وصلنا الذروة في البلاغة. رب العالمين تكلم بأحرف عربية: ألف لام ميم صاد قاف، ثم أتى بهذه المعجزة التي هي القرآن: ائتوا بها، ائتوا بمثلها، كأن فيه تحدي. هذه أحرف أنتم تستعملونها في كل كلام، نستعمل الأحرف العربية، لكن بتشكيل هذه الأحرف وبكلام الله عز وجل خرج القرآن المعجز. قال: وسبب إرادها هو للتحدي والإعجاز بأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف التي يعرفها العرب، ومع ذلك يعجزون عن الإتيان بمثله. لهذا في أكثر هذه المواطن بعد الحروف المقطعة يقول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يذكر الآيات المقطعة: تلك آيات الكتاب. صاد: والقرآن الذكر. قاف: كملوا: والقرآن المجيد. وهكذا، لأنه هو تحدي بالقرآن. طيب هذا ضابط، كل سورة في بدايتها أحرف مقطعة فهي مكية. ضابط ثاني السور المكية: كل سورة افتتحت بالقسم فهي مكية. تعرفون القسم؟ ما هو القسم؟ برفع اليد. معروف، كلكم صرختوا الآن. أبي واحد يقول لي القسم سكتوا. لا، ما هو القسم؟ سؤال صعب. ما هو القسم؟ ما هو القسم يا شيخ؟ لا يا شيخ، القسم يقول لك اقسم لي انك انت موجود ويانا الحين. تعرف اذا القسم ما هو القسم؟ ها بندر، القسم ما هو؟ ما تعرف يا شيخ؟ هي القسم ما هو؟ اي ما هو القسم؟ واحد قال لك ما اعرف انا ولدك صغير تو مولود، يبا ايش يعني؟ تقول لي احلف واقسم. ايش يعني احلف واقسم؟ ايش بتقول له؟ ما هو التعريف؟ نعم، ما هو القسم؟ أهل العلم يعرفون القسم بتأكيد الكلام بمعظم بأحرف القسم، وهي الواو والتاء والباء. والله تالله بالله. طيب معروف القسم،
لكن هذا تعرفه. أي سورة افتتحت بالقسم فهي سورة مكية. من يعرف منكم سورة في بدايتها قسم؟ والسماء والطارق، بعد والليل إذا يغشى، بعد والعصر، وهكذا، والشمس وضحاها إلى آخره. أحرف القسم 3: باء واو تاء، وتأكيد الكلام بمعظم، هذا قسم. وجدتها في بداية الجملة، في بداية السورة، أول آية، فهي سورة مكية. كم عدد السور اللي فيها قسم؟ 15 سورة. 15 سورة. أي سورة يا خالد في بدايتها قسم فهي سورة مكية. أي سورة في بدايتها حروف مقطعة ألف لام ميم صاد قاف إلى آخره سورة مكية. قسم حلف، تأكيد الكلام بمعظم بأحد أحرف القسم، الواو والتاء والباء، والله تالله بالله، أو الله عز وجل يقسم بما شاء، والليل إذا يغشى، والضحى، والعصر. طيب هذه كلها قسم، فهذه بدايتها قسم، سورة مكية. قال طيب لماذا القسم إذا كان بداية السورة قسم تكون سورة مكية، لماذا ليست مدنية؟ ما الحكمة؟ قال لأن القسم من أساليب التأكيد في البلاغة، والعرب تتأثر بالقسم، فخاطب الله أهل مكة به لتأكيد ما يريد إقراره سبحانه وتعالى. فرق لما أقول لك شد حيلك في الاختبار صعب، اختبار صعب. فرق لما أقول لك شد حيلك في الاختبار والله إن الاختبار صعب. نقول والله عند العرب مختلفة، ها؟ طيب، بخلاف القرآن المدني الذي تخلو سوره منه، لأن الإيمان قد استحكم في النفوس فاستغنوا عن القسم لهم، يعني والله أعلم. طيب هذا إذن الضابط الثاني من السور المكية، والقاعدة الثانية. الضابط الثالث أو القاعدة الثالثة: كل سورة افتتحت بالحمد فهي مكية. فعندنا أول سورة في القرآن إيش؟ كم؟ قولوا الآية. الحمد لله. فإذا الفاتحة سورة مكية ولا مدنية؟ أنا ما أدري والله يا أخوان، ترى أنتم تخلوني أعجز إني أنا يعني فاقد للأهلية إني أتكلم بكلام مفهوم، أو أنتم تعابة. أقول لكم كل سورة مبتدئة بالحمد فهي مكية. الحمد لله رب العالمين. 1 زائد 1 يساوي 2، 1 زائد 1 4. أي أدري، بس مو الكلام لك، كلام لغيرك. ما الكلام سهل ترى. أنا يمكن آخر مرة بحياتي أخذ مادة بساعة 3:30، يعني مواد. أنتوا دايخين ولا بعد الغداء يصير فيكم شيء، ولا جالسين من الفجر؟ طيب ركزوا يا إخوان، ركزوا شوي. اللي يبي ماي يغسل وجهه، اللي بيشرب ماي. طيب كل سورة افتتحت بالحمد فهي مكية. فعندنا سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. مكية ولا مدنية؟ مكية. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. طيب وهكذا ال5 سور، عددها 5 سور عندنا في القرآن، في بدايتها الحمد: الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ، فاطر، في بدايتها الحمد، فهذه كلها مكية. الضابط أو القاعدة الرابعة من السور المكية: كل سورة فيها يا أيها الناس أو يا بني آدم فهي مكية. ركز معي أنتوا يا الله، يا خلنا نثبت هني بعد تعطينا معلومات زيادة. كل سورة فيها يا أيها الناس وفيها يا بني آدم فهي مكية. لماذا؟ لأن غالب المجتمع المكي لما نزل القرآن أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أول 13 سنة كان كفار قريش هم الغالب، فالله عز وجل خاطبهم يا أيها الناس، يا أيها الناس، أو يا بني آدم. لكن في المدينة يا أيها الذين آمنوا، لهذا السور المدنية. لكن الآن خلونا في المكي. فإذا كل سورة فيها يا أيها الناس فيها يا بني آدم فهي مكية. هذا الضابط العام. يستثنى من هذا الضابط 3 سور. يستثنى هذا الضابط العام اللي فيه كل سور القرآن. أي سورة فيها تبطلها تشوف يا أيها الناس تقول هي إيش؟ مكية، إلا 3 سور.
ما هي ثلاث سور؟ سورة البقرة فيها يا أيها الناس وهي مدنية، وسورة النساء فيها يا أيها الناس وهي مدنية، وسورة الحجرات فيها يا أيها الناس وهي مدنية. غير هذه الثلاث سور أي سورة تفتحها فيها يا أيها الناس فهي خالد شنو، مكية ولا مدنية؟ خالد يا أيها الناس ايه مدنية. يا الله تلوموني يا اخوان. انتم معي باجسادكم فقط الا من رحم الله، الذهن في وادي اخر. كل سورة فيها يا ايها الناس مدنية، احسنت الا ثلاث سور: البقرة والنساء والحجرات. انظر رقم 3 صفحة 151 في سقط، في خطأ لغوي أو خطأ طباعي. قالوا سورة الحجرات فهي مدنية وفيها، شفتوها؟ ايش فيها؟ ما في شيء. اكتب، سقطت الآية من المكتوب. اكتب سورة الحجرات فهي مدنية وفيها، يعني قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. سورة الحجرات قالوا صفحة 151 آخر سطر رقم 3: سورة الحجرات فهي مدنية وفيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فهذه فيها يا أيها الناس وهي مدنية، هذا عكس الضابط. أما الضابط أي يا أيها الناس مكية، أي يا أيها الذين آمنوا مدنية، لكن سيأتينا ضوابط المدني. طيب، ثم انظر صفحة 152 قالوا ويستقيم الضابط إذا قلنا، يعني حتى لا يخرج منها أي استثناء. إذا تريد ضابط، هذا الضابط كل يا أيها الناس، كل يا بني آدم مكية، يخرج معنا ثلاث سور: البقرة، النساء، الحجرات. إذا أردنا ضابطا لا يخرج منه أي سورة، قالوا إذا قلنا كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها، هناك سقط طباعي أيضا، وليس فيها اكتب يا أيها الذين آمنوا، فهي مكية. فإذا الضابط الذي لا يخرج منه أي استثناء كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا. هم هنا سقط كلمة يا أيها الذين آمنوا، اكتبها، فهي مكية. طيب، ما السبب؟ واضح، لأن الغالب على أهل مكة أيام نزول القرآن كفار، فالله عز وجل ناداهم بيا أيها الناس، والغالب على المدينة الإسلام والإيمان، فقال يا أيها الذين آمنوا. ثم ذكروا الأدلة على ذلك والشواهد من آثار الصحابة، كقول ابن مسعود رضي الله عنه قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا، يعني فيها يا أيها الناس. طيب، الضابط الخامس: كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. أي سورة تشوف فيها كلا فهي سورة مكية، مثل قول الله عز وجل كلا سنكتب ما يقولون، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذه في أي سورة؟ في أي سورة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ ها؟ أحسنت. المطفين مكية ولا مدنية؟ لا ها؟ ما خلونا على الضابط. لا، الآن اتركوا المعلومات التي عندكم، أنا أدري أن عندكم معلومات أخرى، لكن حتى نقرر الضابط ثم نضع الاستثناءات. طيب، فكل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية. كم مرة وردت؟ سنأخذ الاستثناءات. كم مرة وردت؟ 33 مرة هذه كلا في القرآن، في 15 سورة، كلها في النصف الأخير من القرآن. طيب، وهنا لم يذكروا استثناء، وهذه القواعد يعني في الغالب أو كثير منها فيها استثناءات. فعندنا مثلا سورة المطففين، صدق الأخ أنها مدنية وفيها كلا، لكن هنا ما ذكروه من الاستثناء، فهذه ضوابط يعني أغلبية، وليست لا يخرج منها أي استثناء.
طيب، ما معنى يا اخواني كلمة كلا؟ كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ما معنى كلا؟ كلا لها احد ثلاث معاني. الاول الردع والزجر. الردع والزجر. قال الله عز وجل: قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا، ردع وزجر عن كلامهم، لا تخافون، كلا ان معي ربي سيهدين. قال الله عز وجل: يحسب أن ماله أخلده. يظن أحيانا اللي عنده 2,000,000 مسكين أو 2,000,000,000 مسكين أنه خلاص بيصير مخلد في هذه الدنيا، خلاص أنه آمن من عذاب الله، أنه ما شاء الله وصل إلى أمر أنه لن يحاسب. يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. وهكذا، فكلا تستعمل للردع ونفي الكلام السابق عنها أكثر من لا. كلا أكثر رد فيها. طيب، المعنى الثاني لكلا هو التأكيد، تأكيد الكلام، كما قال الله عز وجل: كلا سوف يعلمون، ثم كلا سوف يعلمون، أو كما قال الله عز وجل: كلا والقمر. فهذه للتأكيد، ليس للردع ونفي الكلام، لا، للتأكيد. كما قال الله عز وجل: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. هذه كلها إيش؟ للتأكيد. كيف نعرف؟ بحسب السياق، وترجع لكلام المفسرين. المعنى الثالث لكلا الاستفتاح، افتتاح الكلام، مثل ألا، لما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا، هذه ألا إيش فائدتها؟ افتتاح الكلام. ما فائدتها؟ تؤكد الكلام، تشد انتباه الناس. مثل قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى. فهنا قيل أنها للافتتاح بمعنى ألا، وأيضا كلا إنها كلمة هو قائلها. طيب، وهذا واضح لماذا كلا استعملت في مكة، لأن إذا كانت للردع والزجر فالكفار المعاندين أحيانا يحتاجون إلى ردع. أنت لا تكن طيب مع كل الناس، خطأ، ليس من الحكمة. الله سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو نعم، العذاب الأليم. النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مع هذا قال الله عز وجل له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ما ينفع أنك أنت طيب وحبيب وكذا، يأتيك العدو يريد أن يغتصب أهلك أو يأخذ دارك، تقول له: الله غفر الله لك، تفضل أخي في الله. إيش هذا؟ لا أنا دين، هذه ديانة سوء، هذا فهم سوء للدين. كل شيء في موضعه، القوة والشدة. فهنا كلا فيها ردع وزجر. كفار قريش السور المكية دائما فيها كلا. لماذا؟ حتى يرتدعوا، حتى يهددوا، حتى يصحوا من غفلتهم. أحيانا أنت لابد أن تستعمل شيئا من الشدة، شيئا من الردع. لماذا؟ لرحمتك بهذا الذي تردعه حتى يفيق. طيب، الضابط السادس: كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية. تعرفون سجدة التلاوة لتقرأها بعدين أن تسجد؟ كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية. كم عددها؟ 14 سجدة في القرآن: الأعراف، الرعد، النحل، الإسراء، مريم، الحج، الفرقان، النمل، إلى آخره، موجودة عندكم. يستثنى من هذا الضابط سورة الحج، وبعض السور فيها خلاف، لكن سورة الحج عند من قال أنها مدنية، وبعض أهل العلم أيضا قال حتى سورة الحج مكية. فإذا على ما رجحه أصحاب الكتاب كل السور التي فيها سجدة تلاوة فهي سورة مكية. قاعدة. ما السبب أن كل سورة فيها سجدة فهي مكية؟ لماذا لم تكن السجود في المدينة؟ قالوا والله أعلم. ما الحكمة؟ الحكمة هذه الله أعلم، اجتهادية. قالوا قد يكون الحكمة اختصاص السور المكية بالسجود لإظهار شعيرة السجود، لإظهار هذه الشعيرة اللي فيها ذل وخشوع وخضوع، لكن لله سبحانه وتعالى الخالق الرازق. المسلم ذليل لله، عزيز على الكفار. الناس تستغرب من المسلم، مع أخوانه سهل حبيب كذا، مع الكفار مع مواطن الشدة تجده أسدا. هكذا كان الصحابة.
رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيجتمع الشدة في موطنها والرحمة في موطنها. قالوا لأجل إظهار شعيرة السجود لله بين المشركين عند سماع آيات السجود. طيب، الضابط السابع أو القاعدة السابعة: كل سورة فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية. كم سورة فيها قصة آدم وإبليس في القرآن؟ 6 سور: الأعراف، الحجر، الإسراء، الكهف، طه، صاد. هذه السور ال6 فيها قصة آدم وإبليس، سور مكية، إلا سورة واحدة فيها قصة آدم وإبليس وهي مدنية، سورة البقرة. طيب، الضابط أو القاعدة الثامنة: كل سورة من المفصل فهي مكية، أو كل سور حزب المفصل مكية. المفصل من سورة قاف وانت نازل، من سورة قاف إلى الناس. الغالب على السور من سورة قاف إلى الناس الغالب عليها أنها مكية، واستثناءات كثيرة، فهذا ضابط فيه ما فيه. قالوا يستثنى من هذا الضابط سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح فهي مدنية، وسورة الحديد في جزء 27، وجزء 28 كامل قد سمع وما بعدها، وأيضا في جزء 30 سورة البينة والمطففين والمعوذتين، هذه كلها مدنية. لكن الغالب على هذا الحزب وهو حزب المفصل أن سوره مكية، لكن في استثناءات، والاستثناءات ليست قليلة. طيب، إذن هذه ضوابط غير مسألة الروايات، هذه ضوابط وقواعد عقلية استنبطها العلم من الروايات. نأخذها الآن سريعا مرة أخرى لتأكيد الكلام. كل سورة مفتتحة بالحروف المقطعة مكية، كل سورة افتتحت بالقسم فهي مكية، كل سورة افتتحت بالحمد هي مكية، كل سورة فيها يا أيها الناس، يا بني آدم مكية، كل سورة فيها كلا مكية، كل سورة فيها سجدة تلاوة مكية، كل سورة فيها قصة آدم وإبليس مكية. الثامن حزب المفصل من سورة قاف وانت نازل، الأصل فيه مكي، ويوجد استثناءات. غالب هذه الضوابط فيها استثناءات، لكن أنت احفظ الضوابط، والاستثناءات أمرها سهل، حتى لو تخطئ في الاستثناء أهم شيء أنت تثبت القواعد. طيب، هذه ضوابط لفظية، إذا في هذه اللفظ فهي مكية. الآن عندنا خصائص المعاني والأسلوب. طيب، الآن عرفنا الألفاظ، إذا هذا اللفظ موجود طيب هذه مكية. الآن عندنا شيء ثاني وهي أسلوب القرآن المكي، السور المكية، الآيات المكية، الخصائص المعنى، ماذا ركزت عليه؟ قال: خصائص المعاني والأغراض للقرآن المكي ما يلي. أول شيء، القرآن المكي يهتم بالعقيدة، بالتوحيد، بمبادئ الإيمان، بالرد على الشرك. لماذا؟ هو أصل التوحيد، هو أصل الإسلام، هو القاعدة. التوحيد والعقيدة هي القاعدة للدين كامل. إذا انهدم التوحيد، انهدمت العقيدة، الدين كله ما ينفع صاحبه بشيء. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فالعقيدة أهم ما تركز عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لمعاذ بن جبل لما أرسله اليمن: إنك تقدم قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. عندك واحد تدعوه للإسلام وأنت تقول له سنة السواك مهمة، والله هذا هي تنظف الضروس وهي مرضاة للرب وهي سنة مؤكدة، وهو مثلا مشرك. نقول لك أخطأت الطريق يا حبيبي، لو يتسوك من الآن إلى يوم القيامة وهو كافر مشرك ما في فايدة. لكن لو يترك سنة السواك ويترك سنة الرواتب وقيام الليل وكل شيء ويأتي بالتوحيد، هذا على خير عظيم. فأول ما تبدأ به في الدعوة التوحيد، الإيمان، إبطال الشرك، إبطال المعاني العقدية الباطلة. طيب، فإذن هذه أول خصيصة من المعاني السور المكية، تركيز على العقيدة والتوحيد. الخصيصة الثانية
تشريع الأصول العامة، ليست تفاصيل. لا، المجتمع المكي أغلبه كافر، تعطيه تفاصيل الزكاة وهو أصلا ما يزكي ولا يؤمن بالله، ما في فايدة. لكن الأصول العامة للعبادات والمعاملات والآداب والأخلاق، يعني الكافر ما يمنع أن تعطيه أن في الإسلام يوجد صلاة، يوجد زكاة، يوجد حج، لكن ما تعطيه سنن الحج ومبطلات الإحرام، ما لن ينتفع من مبطلات الإحرام، صح ولا لا؟ لكن لما تقول له نعم عندنا حج، هذا نذهب وكذا وكذا، الأصول العامة. هكذا في القرآن المكي أتى بالأصول العامة للعبادات وللمعاملات والآداب والأخلاق. الشيء الثالث من خصائص السور المكية أنها تعطي التفاصيل في ذكر قصص الأنبياء. القصص مؤثرة حتى للكفار، حتى لأي أحد، سبحان الله، وفيها عبرة ويستفيد منها السامع. لهذا قال عروة بن الزبير: ما كان من ذكر الأمم والقرون والعذاب فإنه أنزل بمكة، وما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة. تفاصيل الأحكام، تفاصيل الزكاة، الصيام، الحج، كذا، هذا المدينة. أما قصص الأنبياء الأصل فيها في القرآن المكي. ما المناسبة؟ لأن القصص، سبحان الله، أنا الآن لو أقول لكم القصة تنزل للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ينتفع بها أن تثبت قلبه. الكافر يرتدع حتى ما يحصل له في القصة عقاب الكافرين. المؤمن ينتفع أنه القصة فيها مثلا الذين آمنوا بالنبي السابق فيفعلوا، فيستفيد من القصة كثير من الناس بحسب السامع، وكل واحد يأخذ فائدة غير الثاني. أنت ربما نقول لك قصة تأخذ فائدة، أنا الذي قلت القصة ما خطرت على بالي. فالقصص ما مناسبتها لذكر القرآن المكي؟ فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، وأيضا لأن ذكر العذاب للقرون الماضية في القصص فيه تحذير وإنذار وتخويف لكفار مكة، وأيضا فيها اعتبار للمؤمنين وأخذ الفوائد. طيب، هذا إذن جعلوا خصائص المعاني. معاني السور المكية ذكروا كم شيء؟ 3. نعم، 3 أمور. المعاني للقرآن المكي 3: التوحيد، أصول العبادات والمعاملات والأخلاق، تفاصيل قصص الأنبياء. واضح؟ هذه معاني السور المكية: توحيد، أصول العبادات والمعاملات، تفاصيل قصص الأنبياء. طيب، الفرع الثالث قالوا: طيب، ما هو الأسلوب؟ الآن عرفنا المعاني: توحيد، أصول العبادات والمعاملات، تفاصيل قصص الأنبياء، هذا المعنى. الأسلوب كيف؟ قالوا: الأسلوب سور قصيرة، هذا واحد، ليست طويلة. دائما الكافر المعاند الذي لا يريد أن يستمع لا تطول عليه الكلام، عطى خير الكلام ما قل ودل، لأنه ما راح يسمعك أصلا. لكن من يأتي لكلية الشريعة نقول له خير الكلام ما قل ودل، هو يريد أن يتخصص بالشريعة، لابد نقعد 1.25 ساعة. طيب، لأنك تريد تفاصيل. لكن المسلم أنت أخذت 1.25 ساعة، مو تروح حق جماعتكم تعطيهم درس 1.25 ساعة، عطهم خلاصة هذا الدرس ب2.5 ويلا يسمعونك. يمكن يقولوا لك خلها بعدين، خلها بعد العشاء، لأن سبحان الله يختلف، لابد. فالمهم القرآن المكي أنزل لكفار معاندين لكذا، فتميز كأسلوب قصر السور والآيات، وفيها تظهر البلاغة. لماذا؟ لأن الإيجاز من البلاغة. أيضا قوة وقع الألفاظ وشدتها على السامعين. أيضا التجانس الصوتي، ما يسمى بالفاصلة، نهاية الآيات، يسمى في الشعر السجع، هذا يشد انتباه الكفار. أيضا كثرة أساليب التأكيد، قسم، لهذا قلنا القسم في 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 في, في القرآن المكي، لماذا تأكيد؟ أيضا ضرب الأمثلة، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون، وضرب الله مثلا رجلين، وضرب الله مثلا قرية ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة. كثرة الأمثال هذه تفيد التأكيد،
في القرآن المكي. كذلك التشبيه، تشبيهات، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث عن يوم القيامة، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، الصوف المنفوش يوم القيامة. الذي يسمع العلم ولا ينتفع به، يقول الله عز وجل لكفار قريش ومن اتصف بصفتهم فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يشرب ماء، تعطي الكلب ماء يلهث، ما تعطيه ماء ايش يسوي؟ يلهث. مثل عالم السوء، عنده علم لا يعمل، ما عنده علم لا يعمل، عنده علم ما عنده تقوى، ما عنده علم ما عنده تقوى، يأخذ علم شريعة لا يخاف الله، لا يدرس شريعة لا يخاف الله. هذا مثله مثل ايش؟ مثل الكلب. انظر التمثيل هذا فيه وقع. لو واحد يتصف بهذه الصفة يقول أعوذ بالله. طيب، أو هنا الكلب الذي لا ينتفع بالعلم أو الذي ينتكس، نسأل الله العافية، عن العلم. والذي لا ينتفع بالعلم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار الذي لا يعملون بالعلم. أيضا التكرار من أساليب التأكيد، من أساليب القرآن المكي، كما قال الله عز وجل فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. هذا فيها تكرار. لما يقول الله عز وجل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أو يقول الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا التكرار يفيد التأكيد. أيضا من أساليب القرآن المكي التصوير والتجسيم الحسي للأشياء المعنوية، مشاهد يوم القيامة، أحوال الجنة، أحوال النار. مثل قالوا التصوير قد يكون بالكلمات والألفاظ، مثل فكبكبوا فيها، يصطرخون، ضيزة، يدعون دعا. وقد يكون بتصوير العبارات بالعبارات والمشاهد. قال ما المناسبة؟ لماذا كل هذا؟ قال لأن كفار مكة كانوا معاندين مستكبرين لا يريدون سماع القرآن، بل يتداعون ويوصي بعضهم بعضا أن يتركوا سماع القرآن. قال الله عز وجل وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا. وقال الله عز وجل ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. بل هم يوصون بعض لا تسمعون للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عنهم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دير بالك لا تسمع، نسأل الله العافية. فناسب هذا المقام قصر الآيات والمقاطع وإيجازها مع قوة المعاني بالتشبيهات والأساليب والأشياء التي تلفت انتباههم حتى يؤثر عليهم بالخير. قال من صور هذا التأثير على المشركين أنهم حتى شهد هذا شفت الآن ذكرناه الخصائص هذه جعلت المشركين يشهدون بإعجاز القرآن البياني، كما قال الوليد بن المغيرة وكلكم تعرف قوله لما سمع القرآن وذهب يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قومه فقالوا ما رأيك بالقرآن ماذا سمعت؟ وهذا عربي فصيح بليغ شهد بالقرآن مع كفره. هذه الأساليب التي مرت معنا. قال والله عن القرآن لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وما هو بقول بشر وإنه ليعلو ولا يعلى عليه. الله أكبر. هذا وصف مشرك يعرف العربية لما سمع القرآن. وكذلك النضر بن الحارث قال لقريش ونختم بهذا يا معشر قريش والله لقد نزل بكم أمر ما أوتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وصل 40 وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ما هو ساحر، وقلتم كاهن، لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم، وقلتم شاعر،
لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه، وقلتم مجنون، لا والله ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون ما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، هذا الحين صاحبهم ها، قال يا معشر قريش فانظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. ما سمعوا القرآن ما استطاعوا إلا أن يسلموا لبلاغته وعظمته. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، والحمد لله رب العالمين.